9 فواكه بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الطماطم بتساعد في حفظ خلايا المخ من الشيخوخة عشان الطماطم فيها مضادات أكسدة، وكمان الطماطم بتحسن من القدرات المعرفية عشان الطماطم مليانة بالعناصر الغذائية، وبكده الطماطم بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الجوافة مهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز عشان فيها فيتامين سي، فتساعد في تحسين الدورة الدموية بالجسم وتنشط الذاكرة. التمر بيساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنشيط المخ عشان التمر مليان بالفيتامينات والمعادن المهمة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الكيوي في حمض الفوليك المهم لتحسين نمو الدماغ والتطور المعرفي لتحسين القدرة على التعلم، وكمان عايز اقول لكم ان الكيوي بيساعد على تحسين الحالة المزاجية وبيقلل من حالات الاضطراب النفسي والعصبي، وبكده يبقى الكيوي بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. التفاح الأخضر بيحفز تكوين الخلايا العصبية في المخ وبيساعد على الحفاظ على عمل وظائف المخ، وبكده يبقى التفاح الأخضر بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الأفوكادو مهم في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز عشان بيساعد على سهولة حركة الدم للمخ، وكمان الأفوكادو مفيد في زيادة نسبة الدهون الغير مشبعة بالجسم. البنجر مهم في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز عشان البنجر بيحسن وظائف المخ وبيزود حركة الدم والأكسجين للمخ. العنب البري بيساعد في تحسين التواصل بين خلايا المخ وتقوية الجهاز العصبي عشان العنب البري مليان بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وبكده يبقى العنب بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الموز فيه فيتامين بي اللي بيساعد على تقوية الجهاز العصبي، وكمان الموز فيه نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم فيساعد على تنشيط المخ وتحسين عمل خلايا المخ، وبكده يبقى الموز مفيد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 9 فواكه بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله.